مساء الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا. انا عارفه ان انا غايبه بقالي فتره، بس صدقوني غصب عني. المهم انا النهارده رحت مكان جديد، وطبعا انا حابه ان انا اشارككم معايا في المكان الجديد ده. المكان ده اسمه ممشى اهل مصر. المكان ده المفروض ان هو تقريبا آم آم بقاله سنة ونص، تقريبا سنة ونص، يعني لسه جديد برضو. بس انا ما كانش حصل صدفة ان انا اروح واشوفه، بس كنت بشوف الصور بتاعته على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وكنت بشوف ناس كتير قوي بتشكر فيه وبتقول فعلا مكان حلو قوي وجميل. المفروض ان المكان ده يعني على ما اظن ان هو فكرة جديدة، ان هم قرروا ان هم يجددوا حته كورنيش النيل اللي كان قدام ماسبيرو الاذاعه والتلفزيون. كان كل العائلات بيتهيألي تقريبا كل خميس وجمعه لازم يروحوا هناك يغيروا جو قدام الكورنيش. فهم عملوا المكان ده بشكل مختلف وشكل جديد وشكل حلو فعلا. انا رحت المكان، فعلا جالي ذهول. المكان بتذكرة دخول 20 جنيه مش اكتر. ال20 جنيه يعني انا شايفاها حاجة رمزية قوي. تقدروا تخشوا وتمشوا في الممشى نفسه، تقعدوا كمان في اماكن للجلوس كمان، وفي كمان كافيهات ومطاعم تقدروا ان انتوا تاكلوا او تشربوا زي ما انتوا عايزين. المكان ليه كذا بوابات دخول، كل واحد على حسب ما هو بيحب او على حسب الاقرب ليه. في تقريبا من التحرير، وفي مداخل من كوبري الساحل جنب يعني قصدي طريق من كوبري الساحل برضو. عند ابراج اغا خان موجوده هناك. وبرضو موجود كمان عند نايل سيتي، ابراج نايل سيتي. برضو في بوابات هناك من كل حته انتوا حابين تكون هي اقرب ليكوا. بامانه فعلا المكان حلو قوي قوي قوي. لذيذ يعني. انا خرجت مع عيلتي فعلا، غيرت جو. كان انا شايفه ان هو حاجه حلوه قوي من الحاجات اللي مصر عملتها. بتمنى من قلبي يعجبكم. انا بصراحه عجبني قوي. ولو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.